حبايب قلب المو، مساء الفل عليكم. ايه يا قلب اخوك، خلاص هانت. فاضل اقل من 24 ساعة على المباراة المرتقبة، مباراة القمة ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك. وانا عارف ان انا مقصر معاكم في الفيديوهات اليومين دول، بس والله مفروم في الشغل. ولكن بصراحة كان لازم اعمل الفيديو ده عشان عندي رسالتين لازم يوصلوا. الرسالة الاولى يا سيدي للجمهور بشكل عام، والرسالة التانية للاعيبة نادي الزمالك. الرسالة الأولى وهي للجمهور بشكل عام، سواء كان زملكاوي أو أهلاوي. ولو إني عارف والله إن إخواتي الأهلاوية مش بياخدوا بكلامي قوي، بس يا سيدي خدها مني المرة دي. جمهور الزمالك وجمهور الأهلي، عايزكم تعاملوا الماتش ده على إنه ماتش كورة. بلاش ندي الموضوع أكبر من حجمه. إخواتنا مرضى القلب، إخواتنا مرضى السكر، إخواتنا مرضى الضغط العالي، خلي بالكم على نفسكم. اتمنى ما تقعدش تهري وتنكد في نفسك، لان مفيش اي حاجه في الدنيا اغلى من صحتك. فاتمنى تتعامل مع الماتش على انه ماتش كوره، ماتش كوره في دوري، يعني وارد 3 احتمالات، يا فوز يا هزيمه يا تعادل. وخليك عارف سواء كنت اهلاوي او كنت زملكاوي ان ماتش بكره ده للجمهورين وارد فيه ال3 احتمالات. فخلاص يا عم، خسرت هارد لك، كسبت الف الف مبروك، اتعادلنا طلعنا حبايب. انما تقعد تهري وتنكد في نفسك وضغطك يعلى وتمسك قلبك، صدقني مفيش حاجه هتنفعك. سواء كنت اب فعيالك عايزينك، سواء كنت ابن فاهلك انت اغلى حاجه عندهم. فاتمنى نريلاكس كده على الاخر ونتفرج على الماتش، ويا سيدي كسبت مبروك، خسرت هارد لك. والكلام ده يا سيدي للجمهور بصفه عامه، وللناس اللي ربنا يعفو عنهم، اصحاب الامراض المزمنه بصفه خاصه. ودي يا قلب اخوك كانت النقطه اللي انا عايز اوصلها لكل واحد من جمهور الفرقتين، سواء اهلاوي او زملكاوي. نخش بقى على النقطه الثانيه، وهي الرساله للاعيبه نادي الزمالك. انا لا هقول لك اتشقلب ولا طلع نار من بقك ولا اقلب تنين مجنح. انا كل اللي طالبه منك انك تعمل اللي عليك، تعمل اللي عليك وما تبخلش بنقطة عرق واحدة عشان خاطر التيشيرت اللي انت لابسه، وعشان خاطر الجمهور اللي في ظهرك اللي بيجي يتمرمط من الساعة 2 الظهر في الاستاد. اعمل اللي عليك والعب راجل، والنتيجة سيبها على الله. اكم كنا حلوين وخسرنا، واكم كنا وحشين وكسبنا. واحنا كجمهور نادي الزمالك بالاخص بنقدر قوي الحتة دي، وبنقدر قوي حتة ان اللاعب اللي في الملعب ده راجل وعمل كل حاجة عشان خاطرنا بغض النظر عن النتيجة. انت بتتعامل مع جمهور خسر اهم مباراة في تاريخه، ومع ذلك ما وجهش النقد لاي لاعب من اللي كانوا في التشكيلة وقتها. ولو لسه في حد فاضل من جيل 2020 ممكن يحكي لكم، ولو مفيش حد فاضل تقدر تخطف رجلك لحد الجزيرة هتلاقيهم كلهم قاعدين هناك. روح اسألهم كده، قول لهم بعد مباراة نهائي القرن في واحد من جمهور الزمالك قابل واحد فيكم في شارع ولامه في حاجة؟ طب هل جمهور الزمالك هاجمكم بعد ما خسرتوا المباراة دي؟ اتحداك لو لاعب قالك ان في حد من جمهور الزمالك وجه لهم اي عتاب او لوم. وكل ده ليه يا قلب اخوك؟ كل ده عشان خاطر احنا شفنا لاعبتنا رجاله في الملعب وعملوا اللي عليهم. ولكن القضاء والقدر يا قلب اخوك فوق كل شيء. وانا لو شفتك بكره عامل اللي عليك تماما، بس لا قدر الله النتيجه ما ساعدتكش، صدقني انا مش هذبحك. بس امتى بقى هذبحك وامتى هاجي عليك وامتى هطلعك مسرح؟ لما الاقيك ما عملتش اللي عليك. انزل الملعب موت نفسك وملكش دعوه بالنتيجه. انزل بكره من اول دقيقه اضغط وموت نفسك وسيب النتيجه دي ملكش دعوه بيها. كسبت اتعادلت لا قدر الله خسرت، المهم تعمل اللي عليك. لان زي ما قلتها قبل كده وهقولها دلوقتي وهفضل اقولها على طول، جمهور نادي الزمالك مش هيزعل منك لو خسرت، بس هيزعل منك قوي 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 لو قصرت. فالله المستعان، وان شاء الله نتقابل بكره بعد الماتش، وباذن الله الفوز من نصيبنا. اشوف وشكم على خيرة الله. احلى اخوات واحلى متابعين.